اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. لسه مكملين معاكم في الاعمال الجديدة اللي تستحق المشاهدة، بس الاسبوع ده مختلف شوية لاننا النهاردة هنريح شوية من الافلام وندخل في افضل المسلسلات الجديدة اللي نزلت الفترة الاخيرة وفعلا تستحق المشاهدة. المميز في حلقة النهاردة هي التنوع اللي موجودة معانا في الاختيارات ما بين الدراما والأكشن والرعب والإثارة، وكلها فعلا مسلسلات حلوة جدا ومن موسم واحد وتستحق المشاهدة وتقدر تخلصها في قعدة واحدة. بس حلقة حلوة أوي أوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس اخترنا النهاردة أحدث مسلسلات المغامرة والأكشن الكوميدي، وهو مسلسل ناكلز اللي نزل بعد نجاح كبير جدا لسلسلة أفلام سونيك. وبيحكي مسلسل عن ناكلز اللي كان نازل كوكب الأرض مع دكتور إجمان عشان يحارب سونيك وورس، بس في النهاية بقى قدروا إن هم يضموا ليهم ويبقى زيهم، وقدروا كمان إنه يحاربوا الدكتور روبوتنيك ويتغلبوا عليه. ومن وقتها بقى وهو قاعد على كوكب الأرض مسالم جدا في بيت مادي. ودلوقتي بقى بيحاولوا طول الوقت ان هم يقنعوه ان الشر خلاص انتهى من العالم، وانه لازم بقى يعيش حياة مسالمة وهادية. لحد ما في يوم بيجي روح باتشاك وتزور ناكلز، وباتشاك ده كان زعيم كوكب الفطر اللي نازله عشان يقول له ان في شخص اسمه ويد. الشخص ده انت لازم تساعده عشان يبقى بطل. ولما فعلا بدأ ناكلز يقابله ويساعده، بدأ يظهر الشر تاني فجأة لما بيتخطف ناكلز على ايد اشرار دكتور روبوتنيك. بس يا ترى بقى ايه حكايتهم، وويد هيساعده ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الحلو ده. You worked for Robotnik. Bring me Knuckles. Sorry, this lane is reserved. You think you can take my power? Do I look like I need your power? What are you talking about? Of course we need his power. It's the whole reason we're here. You're mine. I made a promise to protect this planet. I am ready. Oh, snap! Someone's about to get slapped. في المركز الرابع معانا النهاردة مسلسل خيال علمي وإثارة، وهو مسلسل 3 بادي بروبلم. المسلسل اللي صنعه هما نفسه صناع مسلسل جيم اوف ثرونز، وميزانيته ضخمة جدا عدت 160 مليون دولار. يعني الحلقة الواحدة تقريبا اتكلفت 20 مليون دولار. وبتدور أحداث المسلسل حوالين جين، ودي عالمة فيزياء شابة حضرت موت أبوها أثناء الثورة الثقافية الصينية، وده اللي خلاها تتنفي عشان تشتغل في منشأة أبحاث معزولة وبعيدة جدا. وده اللي خلاها في أثناء أبحاثها إنها تقدر تتصل بكائنات فضائية معادية عايشة في عالم تاني خالص. ومن أهم أهداف الكائنات دي إن هم يستولوا على الأرض، واللي واضح كده إن اتصالها بيهم خلاهم واداهم الفرصة اللي هم مستنيينها من زمان، وإن هم يدمروا كوكب الأرض. وده اللي خلى 5 من العلماء تحت قيادة ضابط مخابرات غامض جدا إن هم يشكلوا فريق عشان يحاولوا يجابهوا الكارثة اللي هي عملتها دي. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الرهيب ده. You're scared. You're right to be scared. But we have got one shot, and I need your help. Prepare yourself for something very strange. They are coming, and there's nothing you can do to stop them. في المركز الثالث معنا واحد من أجمل المسلسلات الكورية اللي نزلت الفترة الأخيرة، وهو مسلسل ديزد جيم. وهو مسلسل خيال علمي ودراما بتدور أحداثه حوالين تشوي، الشاب اللي اتولد وعاش في أسرة فقيرة، لكنه كان شخص مجتهد جدا ومتميز جدا. ده غير ان هو كمان كان متفوق جدا في دراسته من المدرسة لحد الكلية. لكنه بعد التخرج بقى ما كانش عنده اي حظ انه يلاقي وظيفة كويسة،
وبعد 7 سنين من الفشل إن هو يلاقي وظيفة تليق بيه وبمجهوده، بقى خلاص اليأس اتملك منه، وقرر خلاص تشوي إن هو لازم ينهي حياته. وكان فاكر إنه بالشكل ده كل شيء خلاص هينتهي وهيرتاح. لكن بعد موته بقى بيقابل واحدة غريبة جدا اسمها الموت، وده اللي هيخليه يندم على الخطوة اللي عملها دي. يا ترى بقى مين هي، وإيه اللي هتعمله معاه، وإيه اللي هيحصل له؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الرهيب جدا ده. في المركز التاني معانا النهاردة واحد من أجمل المسلسلات اللي نزلت في 2024، وهو مسلسل الخيال العلمي الرهيب فول أوت. المسلسل اللي بتدور أحداثه حوالين لوسي اللي اتولدت وكبرت في الملجأ 33، وهو واحد من الملاجئ الكتيرة جدا اللي بنتها شركة تكنولوجية من أكتر من 200 سنة بعد حرب نووية كبيرة دمرت العالم كله وخلت الحياة بقت كلها في ملاجئ تحت الأرض، لدرجة إن لوسي دي عمرها ما طلعت بره الملاجئ ولا تعرف إيه اللي موجود بره الجدران الفولاذ ده، وإزاي شكل الأرض فوق ده هي ما تعرفوش. لوسي بقى أبوها للأسف بيختفي في ظروف غامضة جدا، وده اللي خلى لوسي تقرر إنها ما يبداش قدامها غير حاجة واحدة بس، إنها تطلع على السطح عشان تخوض مغامرة مش معروف نهايتها إيه عشان تدور عليه. المغامرة دي هتخليها تطلع كاليفورنيا المتفجرة. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل لها؟ هتلاقي باباها ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الرهيب جدا ده. Look out at this wasteland. Looks like chaos, but there's always somebody behind the wheel. What is happening here? Everyone wants to save the world. They disagree on how. There you are, you little killer. في المركز الأول معانا النهاردة اخترنا تحفة سنة 2024، وهو مسلسل شوغان. هو مسلسل من إنتاج أمريكي لقصة حصلت في اليابان القديمة، وبتدور أحداث المسلسل حوالين العالم القديم، العالم اللي لسه القارات فيه مش معروفة، الكوكب بالكامل لسه غامض، والوصول للدول بيكون بالصدفة عن طريق البحارة. وده اللي حصل مع البطل اللي معانا النهاردة، البحار البريطاني اللي لقى نفسه بالصدفة في اليابان. ومن حظه الوحش كمان إنه لقى نفسه في اليابان وهي على مشارف حرب أهلية، لأن اليابان في الوقت ده كان بيحكمها الحاكم في اليابان في الوقت ده أو الإمبراطور كان اسمه الشوغان، والشوغان ده كان ميت والوريث ليه ابنه لسه صغير. وعشان يحقنوا الدماء في الوقت ده بين الشعب وبين المجالس والمناطق اللي هناك، قرروا ان هم يعملوا زي برلمان صغير كده يكون فيه قادة اللي كل واحد مسؤول فيه عن منطقة معينة، وهم اللي بيديروا شؤون البلد لحد ما الطفل ده يكبر ويبقى هو الشوغان. وده اللي خلى واحد من القادة اللي موجودين في المجلس ده لما شاف البحار البريطاني ده وشاف المهارات القتالية اللي عنده، قال انه لازم يستخدمه عشان يقوي بيه جبهته. يا ترى بقى هيقوي جبهته دي ازاي، وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الرهيب ده اللي يستحقه بكل جدارة ان هو يكون المركز الاول معانا في حلقة النهاردة. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose. Die. We should be corpses, I know, but here we are. My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. It is you who is imprisoned. Freedom is all you ever live for. 己の務めを果たす覚悟はできておるか。覚悟はできておりまする。لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.